السلام عليكم. في عام 2004 رجل عثر على سيارة محترقة في الغابة. أبلغ الشرطة وهرعوا إلى مكان الحادث. في البداية اعتقدت الشرطة أنه مجرد حادث، لكن لاحظوا شيء غريب جعلهم يقومون بتحقيق، وما اكتشفوه كان صادم للغاية. يوم الأحد 14 نوفمبر عام 2004 في منطقة في تركيا، تلقت الشرطة مكالمة تفيد بأن رجل عثر على سيارة محترقة في منطقة وسط الغابة مع بقايا بشرية بداخلها. وهرعوا إلى مكان الحادث ووجدوا السيارة لا تزال مشتعلة، وداخلها كان شيئا مروع للغاية. كان هناك جمجمة بشرية كانت بين المقاعد الأمامية والمقاعد الخلفية في منتصف السيارة، وكانت هناك كومة من البقايا متفحمة ومسودة. في البداية اعتقدت الشرطة أنه كان حادثا، ولكن لاحظوا شيئا غريبا. كان هناك آثار بنزين في خارج السيارة. وقتها افترضوا أنه إذا كان الضحية هو السائق، كيف كانت هناك آثار للبنزين تؤذي السيارة؟ أدت هذه الأسئلة إلى استنتاج واحد، أنه لم يكن ذلك من قبيل الصدفة، وأنها كانت جريمة قتل، ولكن من يقف وراءها؟ كانت الضحية امرأة واسمها نوال العلي، وكانت تحظى باحترام في منطقتها، وكان لديها ولدين، ابنها سامي الذي كان بعيدا عنها، وابنتها سلمى كانت طالبة في مدرسة ثانوية. في مساء اليوم السابق السبت 13 من نوفمبر ذهبت نوال إلى عملها التطوعي، بينما كان زوجها خارج المدينة. عادت نوال إلى المنزل بمفردها ودخلت إلى السرير بعد الساعة 11 مساء بقليل، ولم يتم رؤيتها على قيد الحياة مرة أخرى. عاد زوجها جلال وابنتها سلمى إلى المنزل بعد ظهر يوم الأحد 14 من نوفمبر، وكانت نوال مفقودة وسيارتها غير موجودة، ولكن كانت هناك بعض الأشياء الغريبة حول المنزل والتي لم يكن لها معنى في البداية، حيث كان سرير نوال غير مرتب، وكانت هناك زجاجة نبيذ فارغة على طاولة المطبخ، وهو أمر غريب لأنه نوال لا تشرب الخمر. بحث جلال في كل مكان عن زوجته، واتصل بجميع صديقاتها وأصدقائها، ولكن لم يراها أو يسمع عنها أحد، وكان قلق من احتمال حدوث شيء سيء لزوجته، واتصل بالشرطة. في يوم الاثنين قررت
سلمى الذهاب إلى المدرسة، قال معلموها أنهم وجدوا سلوكها غريبا جدا بالنسبة لشخص كانت والدته مفقودة. بعض معلميها سألوها، أرادوا أن يعرفوا أنها بخير، فقالت أنها ليست قلقة، وقالت أن والدتها ربما كانت في حالة سكر وخرجت عن الطريق. في نفس اليوم أخبرت السلطات أنهم عثروا على سيارة محترقة وأنهم لا يعرفون هوية الضحية، ولكن الأمر يبدو أنها نوال العلي، وقد اهتزت العائلة تماما بسبب هذه الأخبار. ولكن سرعان ما تحول حزنهم إلى رعب عندما علموا أن نوال قد قتلت. وحصل المحققون على مذكرة تفتيش لمنزل نوال، وعثروا على بعض العناصر الغريبة مثل طرف قفاز مطاطي وبعض ألياف حبل صناعي في غرفة النوم، وبصمة قدم على حافة النافذة. ولم يتم سرقة أي شيء من المنزل، مما جعل الشرطة يعتقدون أن الشخص الذي يقف وراء جريمة القتل كان شخصا مقربا من العائلة، لكن لم يكن لديهم أي فكرة عن مدى قرب هذا الشخص. بدأت الشرطة في استجواب الأشخاص القريبين إلى نوال، زوجها جلال وابنتها سلمى، ولكن عذر جلال زوجها أنه كان خارج المدينة، لذلك تم استبعاده سريعا كمشتبه به. أثناء استجواب سلمى ابنتها، علم المحققون أنها كانت متورطة مع بعض الرجال الصعاليك في المدينة، رجلان أكبر منها، كانوا أكبر منها بكثير. سلمى ابنة نوال كانت تبلغ من العمر 15 عاما، وكانت تواعد كريم عمره 24 عام، وصديقه مازن أيضا عمره 24 عام. وعندما اكتشفت والدتها أنها تواعد كريم لم توافق على هذه العلاقة، وتشاجرت هي مع سلمى عدة مرات. بسبب ذلك عندما أحضر المحققون كريم ومازن أثناء الاستجواب، في البداية نفى كلاهما معرفة أي شيء، ولكن عندما ضغط عليهم المحققون اعترف مازن وكشف أن كريم كان القاتل وأنه كان السائق فقط. وعندما واجهت الشرطة كريم باعتراف مازن، اعترف أنه اقتحم منزل نوال وأخذها إلى المطبخ وطلب منها أن تشرب زجاجة النبيذ بالغصب، وبعد أن شربت الزجاجة تحت التهديد بأكملها أجبرها على الجلوس في المقعد الخلفي في سيارتها، وتوجهوا إلى منطقة نائية حيث كان مازن ينتظرهم، بينما قام هناك بسحب نوال من السيارة وحاول كسر رقبتها، ثم ضربت المرأة المسكينة وتم خنقها.
حتى الموت، ثم قادوا السيارة إلى الغابة وأشعلوا النار فيها، وأن سلمى هي المخططة. عندما تم استجواب سلمى نفت أن لها علاقة، وقالت أن أمها كانت تعنفها، وزعمت أن والدتها هددتها ذات مرة بضربها بسكين وبيعها كسيدة ليل عقابا لها على شيء فعلته. وسألوها المحققين أنها كيف عرفت أن والدتها ماتت بسبب القيادة تحت تأثير الكحول قبل العثور على جثتها. في هذه المرحلة استسلمت سلمى، واعترفت سلمى أن الخطة الأولية لم تكن قتل والدتها، ولكن الحصول على تحرر من والديها. لكن مازن طرح فكرة القتل التي تآمر عليها الثلاثة مع سلمى لإخبارهم باليوم المثالي لتنفيذ خطتهم الشريرة. بعد القبض على سلمى وكريم ومازن، ووجهت إليهم 10 تهم، في ذلك زادوا التآمر لارتكاب القتل والاختطاف والسطو. والدرجة الأولى اعترف كريم بالذنب وحكم عليه بالسجن المؤبد، بينما تلقى مازن الذي لم يرتكب جريمة القتل الفعلية حكم بالسجن لمدة 25 عاما، بينما تم الحكم على سلمى بالسجن لمدة 3 سنوات بحكم أنها قاصر. النهاية، ما رأيكم في قصتهم؟ أعتقد أن سلمى المفروض تاخذ أقوى حكم، بس نفذت بنفسها لأنها قاصر، بس في الأخير ستظل هذه الجريمة تلاحقها للأبد لأنها تآمرت على قتل والدتها، والسبب أنها أحبت رجلين بنفس الوقت وهي ما زالت في عمر 15 عاما، قلوب قاسية وهي في هذا العمر الصغير. تحياتي للجميع، وأتمنى الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد.